لو انا اترفضت في فيزا قبل كده غير اللوتري، يعني لو مقدم لوتري واترفضت قبل كده مثلا في فيزا سياحه او بيزنس او دراسه او ايا كان، هل دي حاجه تاثر على الموضوع بتاع الفيزا بتاعه اللوتري؟ لا، انت كده كده فايز لوتري، فانت مسافر مهاجر يعني، فانت مفيش اي حاجه تاثر عليك خالص الا لو انت بتكذب في البيانات بتاعتك. فانت قدمت اي فيزا قبل كده واترفضت، ما عندكش اي مشكله، بس وانت بتقدم في الدي اس هيسالك اسئله ان انت قدمت ولا حاجه، هتقول طبعا في الدي اس ان انت لو قدمت، لو ما قدمتش خلاص، وتقول الحقيقه كلها في كل البيانات وخلاص كده بس. لكن ان انت تترفض عشان خدت رفض قبل كده في فيزا سياحه ولا اي فيزا تانية، لا ما عندكش اي مشكله. ودي حاجه ودي حاجه، بس ممكن اللوتري شويه تقدم على تاثر على السياحه، لكن السياحه ما تاثرش على اللوتري. خلاص يعني عشان برضو تبقوا فاهمين. لان هو اهم حاجه لما بتيجي تسافر اي فيزا تانية هو بيبقى عايز يتاكد ان انت مش هتقعد هنا، بس وانت فيزا اللوتري هي بتقعدك بس كده. تمام، شكرا.